ولد ساق حمار فعلا وراح بيه المدرسة، وتوقف عند البوابة من فرد الأمن. في اللحظة دي الشاب الغني ابن العيلة الكبيرة اللي كان راكب عربية سبور كان محتار جدا إزاي الولد ده وصل المدرسة أسرع منه. طلع إن الولد ده كان متوصي عليه من أم البنت إنه يحميها، بس في الطريق البنت ركبت عربية الشاب الغني. بعد كده الولد ركب الحمار ولحق بعربية الشاب الغني السبور، وحتى لما الشاب الغني ساق بأقصى سرعة ما قدرش يبعد عنه. بعدها على طول والأستاذ كان داخل ياخد الولد معاه الفصل، كان في طالب جوه ماسك مية ومستني يرشها عليه، بس الولد كان شايف اللي جوه بعينه الكاشفة، فرقع صوابعه، فالطلبة اتجمدوا في مكانهم فورا. الولد طلع بكل ثقة على المنصة وبعدها فرقع صوابعه تاني. النتيجة إن الطالب رش المية كلها على شريكه. وفي الآخر المقلب اللي الشاب الغني كان مخطط له فشل، لكنه ما كانش ناوي يسيب الموضوع يعدي كده. علشان يرحبوا بالولد جابوا تورتة. البنت عزمت الولد يطفوا الشمع سوا. أول ما الولد نفخ اختفى فجأة، والتورتة خبطت في وش الشاب الغني على طول. في اللحظة دي البنت قالت بانتصار إنه اتجرأ وضايقها، بس بعدها شافت الولد واقف جنبها بياكل من التورتة. اتصدمت فورا، وطلع إن الولد ده كيان قوي من عالم السحر، والحمار ده في الحقيقة كان تنين ذهبي متنكر. وبعد ما حارب لوحده جيش أعداء كامل بالصدفة انتقل لعالم الأرض. في اللحظة دي الأم دخلت فجأة ووبخته جامد، وبعدها قالت له ينتقل يعيش في بيت البنت وما يرجعش غير لما يتخرج. الولد شاف إن السفر بعربية لمدينة تانية بطيء قوي، فقرر يتنقل آنيا لبيت البنت، بس ما كانش فاكر المكان بالظبط. فالنتيجة إنه اتنقل على طول لحمام البنت، وفضلت تجري وراه في البيت وهي متضايقة. وبسبب اللي حصل ده البنت قررت إنها لازم تعلم الولد ده درس.